فرقة الموظفين. الأهلي ده فرقة موظفين. اللعيبة دي يعني لعيبة ما شفتش كده في حياتي، لا مبالاة وبرود أعصاب وعدم إحساس بالمسؤولية، مش فارق معاهم الدوري، مش فارق معاهم النقط بتضيع. حتى الإحساس جوه الماتش إن في 7 دقايق وقت ضايع، فتلاقي الكابتن هاني بيضيع وقت في الوقت الضايع. يعني محمد هاني جاي له الكورة لوحده والفرقة كلها في ال 18، فمش عارف يوقفها، بتطلع منه اوت، ضاعوا ال7 دقايق. يعني بغض النظر على ضربه الجزاء اللي ضاعت، يعني بغض النظر يعني مفيش حميه. والله العظيم في كوره في الدقيقه 55 ضربه مرمى للاهلي، الشناوي خارج يجيب الكوره اكننا كسبانين 3-0 على اقل من مهله. مش مدرك يعني اللعيبه محتاجه حد يقعد يتكلم معاها. مفيش مستحقات يا عم لغايه ما الفرقه دي تتعدل، مفيش، ويروح اشتكي. ما الزمالك اهو، اشرف رؤى بيطالبوا، اشرف رؤى بيلعب من 10 سنين لسه فاكرين ان ليه مستحقات. اللعيبه دي ما تاخدش فلوس لغايه ما الفرقه تتعدل، ويحسوا بقيمه الوقت، وبيحسوا بقيمه الصداره، ويحسوا بقيمه الدوري، ويحسوا بالجماهير. لما لعيب زي محمد عبد الله ينزل ناشئ يكشف لك الجانب يعني احنا محتاجين اجابات لاسئله مش مفهومه. يعني ليه طاهر يلعب يبدا باك جناح يمين؟ ليه هنفضل على مزاج محمد هاني ماتش حلو و10 لا؟ ليه اخرج ديانج والعب بكوكا اللي اصلا فاشل باك شمال، العبه في نص الملعب عشان استحوذ على الكرة والاستحواذ كله يضيع؟ ولا ولما اجي اصلح انزل قفشه اللي هو بيموت الدنيا اكتر، بيموت رتم الماتش اكتر؟ ليه احمد عادل يلعب يمين وبعدين اجيبه شمال وادخل بن شرقي؟ ليه مفيش مهاجم لغايه دلوقتي في الفرقه؟ مفيش راس حربه. يعني ربنا يستر على السوبر، ربنا يستر على السوبر.